أصل الكون مش زي ما العلماء كانوا فاكرين. 1300 سنة وكل ده كان غلط. وأما بقى العبرة، فعلا والله معجز. شوف بيقعدوا يعملوا أبحاث قد كده، وربنا سبحانه وتعالى بآية واحدة يخلص كل الكلام اللي قاعدين يهروا فيه، وفي الآخر يجي واحد براس يقول لك محمد صلى الله عليه وسلم هو الملك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا صديقي؟ عامل ايه؟ كلنا اتعلمنا في المدارس يا صديقي ان الكون كان في الاصل زمان غاز، نيتروجين وهيليوم وحاجات زي كده. لكن يا صديقي لما العلماء طلعوا فوق في الفضاء اكتشفوا حاجة غريبة، ولما طلعوا التلسكوبات كمان الى خارج الغلاف الجوي اكتشفوا حاجات اغرب واغرب كمان يا صديقي. ايه هو اصل الكون، وازاي القرآن اتكلم عن الموضوع بلفظ عجيب جدا، ولفظ اذهل العلماء، ولفظ خلى الكل يسكت ويحط لسانه، خلي لسانه جوه بقه. ومن فيديو نصيب وسنون في الشلوك واشتراك في قناتنا على سيارة كيف في وصف الفيديو، وترك تعليقات وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. يلا نبدأ الموضوع، يلا بينا نفهم الموضوع، نفهم على الرايق. زي ما كان العالم كله عارف يا صديقي ان الكون كان اصله غاز، زي ما كنا عارفين ان كان مش عارف كام في المية نيتروجين وكام في المية هيليوم، كل الكلام الجميل العجيب ده. لكن يا صديقي لما طلعت التلسكوبات زي تلسكوب هابل الى خارج الغلاف الجوي، وخلي بالك اللي كان بيعتقد ان هو غاز مش العلماء العرب بس زي ما كان هو مشاع، لا ده كان العالم كله بيعتقد ان هو كان غاز، لان ده كان الحاجة الشائعة بين جميع انحاء العالم يا صديقي. لكن بعد كده لما طلعت التلسكوبات بره اكتشفوا ان هو اصله دخان. اصل يا صديقي جزيئات صلبة صغيرة جدا جدا، مش جزيئات متباعدة ومتفرقة زي جزيئات الغاز. زي ما انت عارف ان جزيئات الغاز، انا هنشرح بقى علوم وكده بقى، ان جزيئات الغاز دي بتبقى الفوارق بينها بتبقى كبيره، لكن جزيئات الدخان بتبقى الجزيئات صلبه بتاعتها صغيره جدا. وده اللي قاله القران قبل 1400 سنه. القران يا صديقي نقل لنا ربنا سبحانه وتعالى في بداية خلق الكون، والحديث اللي دار بين السماء والأرض وربنا سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى في سورة فصلت: ثم استوى إلى السماء وهي دخان. قول واحد حسم الموضوع يا صديقي، كلمة واحدة. طب ليه ربنا ما قالش رياح؟ ليه ما قالش بخار؟ ليه ما قالش غاز؟ ليه ما قالش؟ لأن هو الخالق يا صديقي، وهو اللي بدأ وهو اللي عمل كل الكلام ده، عشان هو عارف ايه الموضوع. عشان كده قال ثم استوى الى السماء وهي دخان. ويجي العلماء صديقي عاملين نفسهم لسه مكتشفينها قبل عدة سنين. وده يا صديقي بيقول لك عظمة القرآن، وان القرآن هيظل معجز الى يوم القيامة. وزي ما بنقول في كل فيديو يا صديقي ان القرآن ما نزلش بس عشان يكون معجزة لغوية، ده انزل عشان يكون معجزة خالدة الى يوم القيامة، وسيظل يعجز الناس حتى قيام الساعة. وده ينقلنا يا صديقي إلى النقطة التالية، ألا يا صديقي أن ربنا سبحانه وتعالى تكلم مع السماوات والأرض وقال لهم ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيها طوعا أو كرها فانظر إلى رد السماء والأرض قالتا أتينا طائعين. يعني جايين لك طائعين منقادين مستسلمين لك يا رب. السماء والأرض شايف كل الضخامة دي، قالتا أتينا طائعين. وإحنا بنعصي ربنا يا صديقي، إحنا عاوزين بجد كده لا تعليق. أما يا صديقي الحاجة التانية إن في الأصل ده كله كان دخان. شايف بقى السماء والأرض والأفلاك والنجوم والمجرات والكواكب وكل الكلام ده كان في الأصل دخان، وبعد كده اتحول لكل اللي انت شايفه ده. فربنا سبحانه وتعالى اللي خلق من الدخان الصلب كل الحاجات اللي انت شايفها حواليك دي، قادر ان هو ينور لنا حياتنا، وقادر ان هو يرشدنا الى الطريق الصحيح، وقادر ان هو يدينا اللي احنا عاوزينه، وقادر سبحانه وتعالى على كل شيء، انه على كل شيء قدير مقتدر قادر. ولكن يا صديقي لازم علينا ان احنا نطيعه زي ما السماء والارض اطاعوه. لما نطيعه يا صديقي هيدينا كل اللي احنا عاوزينه، بل مش اللي احنا عاوزينه، ده هيدينا اللي يرضينا واللي يرشدنا واللي يصلحنا في حياتنا كلها يا صديقي. فاوعى تفتكر ان القرآن كان مجرد معجزة في اللغة، لكن تأكد ان القرآن كان وسيظل معجزة في كل العلوم، كما قال ربنا ما فرطنا في الكتاب من شيء. وافتكر دائما يا صديقي ان السماء والارض لما اطاعوا ربنا سبحانه وتعالى ربنا
زينهم بالنجوم والكواكب والمجرات. واحنا يا صديقي لما نطيع ربنا بإذنه وقوته وقدرته سيعطي لنا ما يصلحنا وما يرضينا. وأسف يا صديقي تتأمل في خلق الله وتدبر في مخلوقاته، فإن ذلك يعين الإنسان على زيادة الإيمان والتقوى. وأسف يا صديقي لا تنسى اللايك والاشتراك وتابع قناتنا لا تسورد في وصف الفيديو، وشوف الفيديو اللي فات بتاع الجبال الطايرة في السماء وازاي ان فيه 500 ألف كيلو طايرين فوق راسك وانت مش حاسس بيهم يا صديقي. اوعى تكون ما اتفرجتش على الفيديو اللي فات، ولو ما اتفرجتش عليه اتفرج عليه عشان مش هعمل لك اي حاجه لو ما اتفرجتش عليه. انا ما اقدرش اصلا اعمل لك اي حاجه يا صديقي، انت في الودن دي قبل الودن دي. واسف يا صديقي يسال الله ان لكم واشرح لكم صدور سوقاتنا وقاتكم فانه هو الحي القيوم، وسبحانه يعلم ان في يحبكم فانه علام الغيوب، كان بتوفيق فمن الله، كان خطأ فمنه الشيطان. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.